استقبالا للشهر رمضان المعظم وإحياء لشعائر الله، احتفلت اليوم أمانة ديوان الزكاة ولاية سنار بتدشين نفرة إعطاء الأكرمين من خلال تنفيذ 2477 مشروعا إنتاجي بما يقدر ب1,700,000,000 جنيه، وبرامج شهر رمضان بما يفوق 1,300,000,000 جنيه. حكومة الولاية باركت النفرة وأعلنت تمسكها بالنهج العلمي والفقهي للزكاة والحرص على توزيعها للمستحقين. الزكاة دي هي أمر جماعة وأمر مجتمع، ليس المعني بها ديوان الزكاة، إنما المعني بها المجتمع المسلمين. مجتمع المسلمين ده يشمل الحاكم والمحكوم، ويشمل المواطن العادي سواء كان هو دافع للزكاة أو مستحق لها. ونحن نشكر لأخواتنا في ديوان الزكاة في ولاية سنار التنسيق الكبير اللي بيتم دائما على مستوى الولاية. أمانة ديوان الزكاة الاتحادية ركزت على مشروع إطلاق سراح النزلاء، وقالت إن شهر رمضان المبارك سيشهد إطلاقا مستمرا للنزلاء بتكلفة تصل إلى 27 مليار جنيه. وإطلاق سراح النزلاء ودعم الخلاوي والأسر المتعففة، كل هذا والخلاوة قلنا إن شاء الله والأسر المتعففة بمبلغ يفوق 27 مليار جنيه سوداني، وبنهاية هذا الشهر بإذن الله تعالى سيتجاوز هذا المبلغ بالكثير بإذن الله، لأنه في رمضان يجتهد الناس في إخراج الزكاة. أمانة ديوان الزكاة في الولاية أشارت إلى دراسة المشروعات وفق رغبة المتقدمين، كما أعلنت ضبطها وتقييدها لضمان استفادة الأسر المحتاجة منها. عندنا أكثر من 400 أو أكثر من 2477 مشروع إنتاجي. كل هذه المشاريع تم اختيارها بناء على رغبة المستفيد، ولكن هذه المواتر يتم ضبطها باسم الزكاة إلى حين نتأكد إنه ما في بيع، إلى أن نتأكد إنه الذي ملك هو شخص مسؤول، مش يمشي يبيعه بكرة. تجيء هذه النفرة